اهلا وسهلا بحضراتكم متابعين عادل الزمط في كل مكان. النهارده معانا شخصيه محبوبه جدا جدا في المجال الرياضي ومعروف واشهر من نار على علم. بدايته طبعا هو مادد ايده بالمساعده للجميع من خلال عمل الاكاديميات، واول ما نقول اسمه هيرتبط اسمه بالاكاديميات والمساعدات واخراج المواهب المميزه. معانا ومعاكم النهارده الكابتن احمد لطيف علشان يكلمنا عن المفاجاه اللي محضرها للجميع. اهلا وسهلا بيك كابتن احمد. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عادل، من الناس اللي هي مميزه في الاعلام. ربنا يخليك. الناس اللي هي تحب تشوفها، تحب تكلمها، دايما بتابع حاجاتك. يعني بسم الله ما شاء الله عليك، حاجه شرف ليا يا كابتن احمد، ربنا يخليك. كابتن احمد، طبعا انا سمعت، وخصوصا لما بسمع خبر لازم اتاكد من مدى صحة الخبر. فأنا سمعت مؤخرا أن كابتن أحمد لطيف في مفاجأة بيحضرها في الوسط الرياضي هتخدم الجميع. فالنهاردة طبعا أنا لازم أعرف وأقدر أستخرج كل حاجة، وربنا يعيننا على الحتة دي، أن أنا أستخرج من الكابتن أحمد لطيف إيه المفاجأة اللي محضرها وإيه اللي في دماغ أحمد لطيف، وهندخل جوه دماغ أحمد لطيف علشان نظهره للناس كلها. حبيبي يا أخوات، والله بصراحة طبعا أنا دايما بعد الحدث كروي كبير. حب للكوره وعشق للكوره بيخليني دايما بفكر في ازاي اطور وازاي اسعد الناس. طبعا حضرتك عارف زي نجاح بعد نجاح كابتن محمد صلاح وكابتن محمد ناصر النني، والنجاح مؤخرا على مستوى مدينه بني مزار، بدايه من كابتن المرحوم رضا عبد المنعم رحمه الله عليه، ثم امتدادا وليد سليمان وبسام ماهر، واخيرا اتنين لعيبه من بني مزار، عبد الجواد ابن الجرنوس والكابتن عبد الكريم ابن نزلة عمرو، خليفه محمد شحاته طبعا، خليفه كابتن محمد شحاته طبعا. دي عطت الناس ان في امل وفي طبعا مستقبل في كره القدم. دلوقتي تعرف كره القدم من اهم او اكتر اللعبات الشعبيه المحبوبه، وايضا خلينا ما نخفيش سر على الناس ان هي بتدخل دخل مادي للناس. حقيقه انا يعني في المشروع الجديد تحت قيادة 2 لعيبة من أكبر اللعيبة اللي هم محبوش يظهروا في العالم كتير، لعيبة كورة محترفين، كانوا محترفين خارج مصر. حبهم لأحمد لطيف، حبهم لكرة القدم. الناس ديت داخلة في مشروع تخدم البلد وتخدم لعيبة كرة القدم. مشروع أنا شايفه يعني أنا يعني حبيت أشتغل مع الناس دي يا أستاذ عادل. ليه؟ الناس ديت أصلا لعيبة كورة وأصلا احترفوا على المستوى خارج مصر. بصراحة شدني العمل مع يعني الشخصيتين دول بالذات، وهم حاطين كل الإمكانيات المادية والفنية لنجاح هذا المشروع. تمام كابتن أحمد، أنا مش هسألك طبعا مين، لأن حضرتك قلت دي مفاجأة. مفاجأة طبعا طبعا تمام. طبعا. لكن أنا بسأل كابتن أحمد لطيف، مجرد ما بيطلع وبيعلن عن حاجة تستمر شهور، وللأسف بعض الناس بتحاول انها تسقط المشروع ده، رغم ان انت من الناس المعروفين جدا اللي بيحبوا يساعدوا الناس كلها. ارتباط اسم احمد لطيف بالاكاديميات، فكل اللي هيسمعني دلوقتي هيقول اكيد احمد لطيف هيعمل اكاديمية. احنا عارفين ان كابتن احمد لطيف، وانا بخمن انها هتكون اكاديميه، بس هل بالشكل المنوط بيه القديم ولا في تطوير وفي حاجات تانية؟ لا، انت دايما يا كابتن عادل كل فتره وكل عصر لها مجال ولا شغلها. حاليا في العصر احنا فيه، لا اخف عليك سرا، هي مش اكاديميه، ودي مفاجاه. الحاجه كنت انت لما يعني رد فعلك عن الكلام اللي بقوله انت رجعت لورا، دي مفاجاه وده شغل جديد. ده ديفرنت يا كابتن عادل، الاختلاف اللي هيكون في كره القدم ده اللي هيفرز فعلا وليد سليمان، هيفرز فعلا رضا عبد المولى، هيفرز لينا عبد الكريم تاني ومحمد شحاته تاني وعبد الجواد تاني بطريقه علميه حديثه وفيها ضخ اموال لهذا المشروع. انما في اختلاف طبعا هي مش اكاديميه بمعنى اكاديميه، لا، ده الديفرنت يا كابتن عادل، ده الاختلاف، دي المفاجاه اللي بنحضر ليها. انا كابتن قلت لك عليهم سابقا، مشروع هيكون حاجه مش لبني مزار بس، على فكره هتلاقي لعيبه جايه من كل انحاء الصعيد. مشروع خلينا كل وقت زي ما بيقولوا كده وليه اذانه او ليه توقيته. كابتن احمد، انا متاكد بعد الحلقه دي ما تنزل والتعليقات هتنزل مين كلمه مين دي هتتذكر كتير. مين كمستثمر كسبان يعني. طبعا احنا مش هنقول مين كمستثمر لان حضرتك هيظهر هو شخصيه محترمه هيظهر، بس هو راجل. ولكن هل كابتن احمد المشروع ده لناس معينه ولا بيخدم الكل؟ بحيث اكيد لما حضرتك هتقول هعمل مشروع، في ناس ربنا يرزقهم شغالين في نفس المجال،
ربنا يرزق الجميع. تمام. اللي هو مش عايزين حد يقول لك ده داخل احمد لطيف بالاكاديميه بتاعته ده يغطي على الكل. لا، انا من خلال معرفتي بالكابتن احمد لطيف هو مادد ايده للجميع وبيقول لا انا مع الكل مش ضد الكل. فهل المشروع كويس حضرتك سالت السؤال الجميل ده. اولا بطمن كل فئات مجتمعنا. حضرتك انت عارف في بسطاء بيحبوا يلعبوا كوره، وانا كنت قاعد طبعا قلت لك انا بتعامل مع 2 لعيبه كوره ممتازين وعلى المستوى الاخلاقي ناس محترمه جدا، فمادين ايديهم لكل الفئات بدايه من طبقات الاقل للمتوسطه الاعلى. ده رقم 1. رقم 2 احنا داخلين فاتحين ايدينا لكل الناس. النادي بن مزار تربيت فيه وترعرعت فيه، وبوجه رساله اللي معالي المستشار نادي ربيع الراجل المحترم الخلوق. احنا بنعمل مشروع بقوره عمل كبير. اتمنى من كل الناس اللي سامعيننا وشايفيننا يتعاونوا معنا في هذا المشروع. مشروع هيخدم بني مزار، هيخدم الصعيد كله. طبعا في اكاديميه زي كابتن سيد رضا راجل محترم وراجل حبيبي، الكابتن حسني فؤاد طبعا، مش عايز انسى حد، كابتن طارق سليمان الاكاديميه بتاعته، كابتن بسام طبعا. كل الاكاديميات ديت احنا كلنا في الاخر الموضوع بالنسبه لنا والناس اللي معايا مش داخلين نظام فلوس فقط، لا ده احنا داخلين مشروع استثماري في اللعيبه. خد بالك انت 5 خط. بمعنى ايه؟ انا هنطلع نوعيتكم، هنطلع لعيبه بروفيشنال محترفين، ومحترفين ديت هجيب لي فلوس كتيره جدا. لما ابيعه، لما اسوقه احسن، لما هعمل المشروع ده هيبقى فيه يعني عايز اقول لك كابتن عادل دي حاجه جديده في البلد، ودي صدقوني انا اول واحد عملت اكاديميه في الصعيد، والناس هتمشي ورا النهج الجديد اللي انا عامله ان شاء الله، لانه موضوع مهم جدا جدا على المستوى الكروي والاخلاقي. خلي بالك الاخلاقي كمان بيحط تحتها 5 خط، والمستوى البروفيشنال المحترف لعيبه هيكون عندنا مع المجموعه انا جايب الناس اللي جايبينها في المشروع دول ناس محترفين، ناس كانت بتلعب بره مصر، ناس لعيبه كوره، فاحنا هنخدم لعيبه الكوره. ده اللي انا عايز اطمن الناس اليه يا كابتن عادل. كابتن احمد حضرتك جاوبت لي على سؤال انا ممكن يعني كنت هساله لحضرتك. اتفضل. طبعا تحياتنا كلنا لنادي بني مزار، النادي بتاعنا اللي تربينا فيه، طبعا مع المستشار ورئيس مجلس الاداره طبعا الانسان المحترم اللي انا بحبه المستشار نادي ربيع منصور، وكل اعضاء مجلس الاداره بدون ذكر اسماء ناس محترمه كلهم. طبعا في ناس محترمه جدا وبتجتهد في الاكاديميات زي الكابتن طارق سليمان والكابتن سيد راضي والكابتن حسني فؤاد كابتني طبعا. فالناس دي لها كل الاحترام والتقدير، كل التقدير طبعا. انا بدعوهم من خلال هذا الفيديو او من خلال هذا البرنامج ان الكل يتكاتف مع بعضه، بحيث ان في مواهب في بلدنا. وده السؤال اللي بساله لحضرتك. المشروع اللي حضرتك هتعمله في حاجتين مهمين جدا. في ناس بسطاء جدا جدا ولكن عندهم امكانيات في الكوره توديهم اماكن بعيده جدا، هيكون لهم نصيب معاكم. وهل المشروع ده هو منه الربح في المقام الاول؟ لان اغلبيه الناس هتقول ده ربح، ده داخل ياخد ربح، هو مش حرام ولكن موجود. بس القصه بتاعت الناس المطحونه اللي تحت، يعني راجل بسيط نفسه ابنه يلعب كوره ويشوفه محمد صلاح، يشوفه النني، يشوفه محمد شحاته الزمالك، يشوفه عبد الكريم، الناس دي هل هيكون من ضمن اولويات الكابتن احمد لطيف والناس المستثمرين اللي احنا لحد دلوقتي ما نعرفهمش؟ خليني اتكلم معاك بامانه ومنطقيه. انا الناس اللي قعدت معاهم دول هم اولادي في المقام الاول والاخير، طلعوا من تحت ايدي على المستوى الاخلاقي محترمين جدا جدا، ربنا يبارك لهم يعني. لن ولم يتاخروا عن اي حد محتاج دعم سواء كان مادي او معنوي. الناس اللي شغالين معانا بتوع ربنا لعيبه كوره كويسه جدا، عارفين يعني ايه كوره، عارفين ان هم مروا في الكوره بكل الظروف. اطمن الناس كلها المشروع، خلينا نتكلم برضو بواقعيه بصراحه اكتر. الجانب الاخلاقي المهني التربوي اللي مع الناس ديت رقم 1. رقم 2 لا نخفى يكسر، طبعا في جزء استثماري طبعا، انما استثماري لاول مره في الصعيد يكون استثماري صح. هندي هناخد، هنبيع هناخد، انما انا هاجي هلم القصه كلها ولم يعني ده مصنع اللي احنا بنعمل مصنع لتفريغ اللاعبين. انت عمرك شفت مصنع بيبيع ببلاش؟ لا طبعا، هيبيع منتج كويس جدا، هيجبر الانديه تشتري من مصنع
احمد لطيف. وطبعا الناس دي رقم واحد طبعا جبليه، لكن الى ان تظهر الناس ديت، فانا بتكلم بصفه على لسانهم دلوقتي. المصنع ده هيفرز لعيبه، ولعيبه بروفيشنال، لعيبه على اعلى مستوى. هتشوفوا نقله كرويه صايحه في كره القدم. اوعدكم. كابتن احمد، دلوقتي الناس كلها اتشوقت تعرف المشروع ده خلاص، انتوا هل بدأتوا الخطوة فعلا ان انتوا هتبتدوا التنفيذ وكونتوا فريق عمل ولا لسه؟ عشان الناس انت كده شوقتهم بيقولوا عاوزين نبدأ. بص، حقيقة لا اخفى عليك سرا، الناس ديت فيها جدية لا تتخيل عقل. خلاص فعلا ابتدينا نحط اللبنة الأولى للمشروع، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أوعدكم في وقت قريب جدا 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 هتشوفوا أعلى خبر في كرة القدم في بني مزار وصعيد مصر ان شاء الله الرحمن. انا بطمن كل الناس، انتظروا مفاجأة حلوة جدا جدا. وانا عارف بقول ايه من خلال معرفتي بالكابتن احمد لطيف، رجل محب، رجل امين. بدعو كل الناس اللي بتشوفني في مجال الرياضة واي مجال ينضموا مع الناس دي ويتكاتفوا علشان نخرج المواهب اللي مدفونة. طبعا تحياتي زي ما قلت قبل كده رئيس مجلس اداره نادي بني مزار المستشار نادي ربيع منصور وكل اعضاء مجلس الاداره. احنا مادين ايدنا للجميع. كابتن سيد راضي طبعا الراجل المجتهد، كابتن طارق سليمان اخو الدولي وليد سليمان واخو الكابتن عماد سليمان، كابتن حسني فؤاد. بدعو الجميع من الاخر ان هم يتكاتفوا علشان نخرج الناس اللي موجوده في القرى، خاصه المواهب المدفونه تخرج للنور. حلقه دي من الحلقات المميزه اللي انا بحبها جدا جدا. متعبه وما عرفتش اخرج حاجه مهمه من الكابتن احمد لطيف، ولكن اللي انا باكد لكم ان شاء الله في مشروع مهم جدا انتظروه باذن الله قريبا جدا. كابتن احمد لطيف انا بشكرك جدا حبيبي. جدا جدا حبيبي، واتمنى نكون في حلقات تانية ان شاء الله. اخر حاجه تحب تقول ايه؟ انتظروني ومع مشروع كبير جدا لكره القدم، مع عملاقين، مع عمالقه كره القدم في بني مزار اللي هم هيكونوا نقله حضاريه وعايز اوصلها لدرجه حتى ثوريه كرويا. انتظروني بهذا المشروع مع عملاقين كره القدم، واحد فيهم هداف والتاني صمام امان. تحياتي ليكم واشوفكم ان شاء الله في بكوره العمل القريب ان شاء الله الرحمن. شكرا استاذ عادل. شكرا حضرتك حبيبي. انا بشكر كابتن احمد لطيف وفي انتظار المفاجاه ان شاء الله. وباذن الله انا اوعدكم ان انا اكون مغطي المشروع ده اول باول باذن الله علشان يكون في مصداقيه من البدايه للنهايه. اشكركم واتمنى من حضراتكم متابعه عدل الزنط في كل مكان عشان تعرفوا اسرار واخبار المشروع الجديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.